السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد في وصفة جديدة. وصفة اليوم حتكون فطيرة التفاح، سهلة وبسيطة وما تاخذ وقت وكلكم تقدروا تسووها. فخلونا نشوف المقادير ونبدأ وصفتنا. المقادير: كوب إلى ربع دقيق جميع الاستخدامات، 100 جرام زبدة، نص كوب سكر، ربع كوب حليب، ملعقة حلا بيكنج بودر، وسنة ملح، وملعقة شاهي قرفة، وحبة تفاح، وحبتين بيض. والدقيق هذا عشان لصينية الخبز، نعملها مع الزبدة، ندهنها ونرش عليها دقيق. فهذه هي كل مقاديرنا على وصفتنا. في البداية هندهن الصينية وخليها جاهزة. كل الأشياء تكون بدرجة حرارة الغرفة: الدقيق والزبدة والحليب والبيض. شايفين ندهنها كل داير مدار، وبعدين نجيب الدقيق ونحركها. شايفين كيف؟ ونوزع الدقيق على الأطراف زي الزبدة بالضبط، وبعدين الزايد نتخلص منه. شايفين كيف اتخلصنا من الدقيق الزايد؟ بس زي كده، وبعدين نصب عليه الخليط. فهذه نجهزها ونخليها. خلاص جهزنا القوالب. الآن في البداية نحط الزبدة، بسم الله، والسكر النص كوب، ونحركهم مع بعض. وبعدين نضيف البيض. ونحرك الخليط لين ما يذوب السكر، وبعدين نبدأ نضيف المكونات بدون خلاط، باليد. هذه من الوصفات الشتوية كده، لين تطلع سخنة من الفرن ونضاف عليها كده في التقديم سكريم، تطلع روعة بصراحة. الآن أضيف الحليب زي ما قلت لكم، كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة. البيكنج بود في الأخير قبل أن نحطها في الفرن. نضيف البيكنج بودر بعد ما نقطع التفاح ونحط التفاح وكل شيء، بعدين نضيف البيكنج بودر ونضيف سنة الملح. الآن نضيف الدقيق. لازم ننقل في الصفاية علشان ما يكلكع معنا. ونحرك. أنا الحقيقة دائما أعملها في الصينية، لكن اليوم شفت القوالب هذه وتخليني أجرب القوالب، لأن أول كنت أعملها في الصينية وأقطعها متساوية، ولكن شفت هذه قلت خلينا نجرب تطلع عارف زي الكب كيك. طيب الآن خليها ترتاح شوية، وبعدين نقطع التفاح ونضيفه عليه. طيب التفاح، بسم الله. في القالب الكبير أنا كنت أخلي القطع كبيرة، لكن الآن عشان القوالب الصغيرة هذه قلت هعملها أصغر. شايفين هذه نطلعها برا بدون قلب البزر.
خلاص غلقنا كمية التفاح. الآن أضيفها على الخليط. فإيش الهدف؟ إن التفاح يتقطع ساعتها، ما يتجهز من بدري عشان ما يتأكسد، فيكون على طول جاهز يتقطع ويتحط على الخليط، لأنه لو تركناه في الهواء حيتأكسد يصير لونه بني. بس الآن أضيف القرفة. والآن نضيف البيكنج باودر. خلاص الآن أضيفها أغلق الكمية وأرجع لكم. خلاص شايفين كيف فرغتها في القوالب. الآن نعمل لها تسوية. ندخل الفرن زي ما قلت لكم، الفرن كان جاهز من بداية الحلقة من تحت على 180 درجة مئوية سلسيوس أو 350 فهرنهايت. نخليها 50 دقيقة. نجهز الساعة على 50 دقيقة ونتابعها. بعد نص ساعة نتابعها. خلاص فطيرتنا صارت جاهزة. الحقيقة أخذت وقت أقل من، لأن بالأول كنت أنا سويته في صينية كبيرة، لكن الآن عشان في قوالب صغيرة فأخذت 25 دقيقة. أوريكم الصينية اللي أنا سويتها أول اللي أخذت 50 دقيقة. خلاص الآن بردت. نقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب ورق زبدة. شايفين كيف؟ هذا كان شكل، وهذا شكلها النهائي. شفتوها كيف؟ ما شاء الله. واللي حابب يجربها أو يذوقها الله يحييكم في بسطتنا الرمضانية. شايفين كيف؟ ما شاء الله. بصراحة أنا كنت بسوي في القالب الكبير هذا، فدبل الكمية اللي حطيتها بالنسبة للمقادير، بس بعد ما أغلق تقطيع هذا. لكن القالب اللي شفتوه اللي عملنا فيه صراحة روعة، والكمية بالنسبة للفرن أقل، يعني أخذت 25 دقيقة، هذا ياخذ 50 دقيقة. فما شاء الله شفتوها سهلة وبسيطة وكلكم تقدروا تسووها. وبعدين التزيين ممكن يتعمل لها سكر بودرة ورشة قرفة وتتقدم. فهذه موجودة في وصفتنا الرمضانية. أترك لكم العنوان في صندوق الوصف. فهذه وصفتي كانت لكم. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسوني من خالص دعاكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم. أراكم في وصفات قادمة. مع السلامة.